يا مساء الفل، تعالوا نعمل القلقاس. القلقاس أكلة شتوية جميلة جدًا يا جماعة، نعمله بالخضرة. الطريقة دي طريقة مامتي الله يرحمها، مستحيل أغيّرها. شُفت طرق كتيرة بس دي أحلى طريقة هتعملي بيها القلقاس. حطّي لايك حلو للفيديو وكومنت حلو، تعالوا نشوف القلقاس هنعمله إزاي. أول حاجة سميت الله ومسكت القلقاس غسلته كويس جدًا تحت الحنفية، نزّلت منه كل الرمل والطمي اللي موجود عليه. مناديل المطبخ بقى مسكته نشفته كويس من المَيّة، وبعد كده هاقشّره. دي تعتبر طريقة سهلة تقشّري بيها القلقاس، تثبّتيها كده على رخامة المطبخ وتمسكي الراس بتاعتها وسكينة حامية تشيلي القشر من جميع النواحي. لمّا تيجي تشتري القلقاس، اشتري القلقاس كلّه يكون حجمه واحد علشان كلّه ياخد تسوية واحدة. بعد ما قشّرته مناديل المطبخ وامسك القلقاسة امسحها كويس جدًا علشان إحنا مش هنغسل القلقاس. بعد كده باجيب سكينة باثبّتها كده على الراس وسكينة تانية واقطّعه حلقات، ولمّا القلقاسة حجمها يقل بمدق كده أدُق على السكينة واكمّل تقطيع القلقاسة حلقات. بعد ما قطّعته حلقات بنقطّعه مكعبات والمكعبات تكون سميكة شوية علشان وإحنا بنطبخه ما يتهريش. هاقول لِك بقى إزاي تفرّزيه لو أنتِ حابة تفرّزيه يقعد عندِك من السنة للسنة من غير ما لونه ولا طعمه يتغيّر. بس هانزّله في فيديو تاني علشان ما اطوّلش عليكِ الفيديو. كده خلاص باجيب فوطة بقى نضيفة وامسحه كويس جدًا عشان أنا زي ما قُلت لِك مش هنغسله. لمّا بنغسله بالمَيّة بينزّل الحلاوة بتاعته، كمان بينزّل مَيّة كده مزفلطة بيبقى مش حلو خالص. القلقاس كده جاهز معانا نركنه على جنب، وجبت السلق غسلته كويس هو والكزبرة، وباحطه في شفشق الخلاط مع نُص كوباية مَيّة أو نُص كوباية من الشوربة عشان يسهّل الضرب في الخلاط. بعد ما ضربته ونعّمته باصفّيه كويس جدًا بالمصفى. المَيّة هاخلّيها على جنب والتفلة هنخلّيها على جنب. حطيت بقى الشوربة على النار وهاقول لِك على طريقة هتاكلي صوابعِك وراها. الشوربة دي متحوّجة كده ومتضبّطة وتكون شوربة دسمة، أمّا الشوربة غليت نزلت بالقلقاس. هاغطّي على القلقاس واسيبه يستوي نُص تسوية، وبعد ما استوى معايا نُص تسوية بانزل بالمَيّة بتاعة السلق. ما بنحطش المَيّة في الأول عشان القلقاس وهو بيغلي المَيّة دي ما تبهتش كده ويبقى القلقاس لونه باهت مش حلو. هاغطّي على القلقاس واسيبه بقى يكمّل سواه، وبعد كده نحضّر التقلية. الطاسة بتاعتنا على النار 3 معالق كبار سمنة ومعلقة زيت، ونزلت بالتفل بتاع القلقاس، بتاع الخضرة يعني بتاعة القلقاس. باشوّحها كده لحد ما تاخد لون دهبي، وبعد كده باجيب معلقة توم كبيرة واجيب معلقة من الكزبرة واقلّبهم مع بعض لحد ما التومة كده تصفر وريحتها تطلع، وناخد بقى الكلام ده وننزل على القلقاس. انزل يا متدلّع. الله يا جماعة! العمارة كلّها بتعرف إن أنتِ عاملة القلقاس حرفيًا تحفة. الطريقة دي طريقة أمي الله يرحمها هتاكلي صوابعِك وراه، خطير. شايفين يا جماعة الله شوية قلقاس تحفة، زبدة مستوي وجميل ولونه خطير. كنت سالقة لحمة حطيتها بقى كده على القلقاس تغلي غلوة واحدة بس عشان تاخد من طعم الشوربة بتاعة القلقاس. وكده القلقاس جاهز معانا، وعملت كمان رز حباية وحباية قلقاس جنبيه رز حباية وحباية أو رز أبيض كده، بس طبعًا حباية وحباية هيبقى طعمه خطير. وعملت لهم الكنافة سادة من غير كريمة ومن غير مكسرات ولا حاجة، سادة كده بتبقى خفيفة وجميلة جدًا. هانزّلها لِك في فيديو لوحده عشان ما اطوّلش عليكِ الفيديو. وده كان فطارنا النهارده، القلقاس وشوربة ورز حباية وحباية، وعملت لهم كمان الكنافة والعصاير بألف هنا يا رب. وكده الفيديو بتاعنا خلص، ما تنسوش بقى لايك وشير وكومنت حلو، واشوفِك في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.